السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا كتير من الفيديو اللي فات لغاية النهاردة. الناس ما بقتش طايقة نفسها، البلطجة بقت في دمهم، ما تعرفش فيه ايه، ما تعرفش الغل والحقد اللي بقى في نفوس الناس، وعايزين يتخانقوا وخلاص وعايزين دم وخلاص، ما تعرفش ايه السبب. مش عارفة بقى، ما معهمش فلوس، جواهم دموي، ما تفهموش بقى، عايزين مرضى نفسيين يتعالجوا واحنا مش ناقصين. ما علينا، تعالوا اقول لكم اللي حصل في قرية من تبع محافظة القليوبية. اللي حصل بقى، في أستاذ محمد حرب فاتح محل حلويات بيبيع جاتوه وتورت على قده كده اهو في القرية دي، تمام، وباني بيت جنب المحل بتاعه. انتوا عارفين القرى نظامها ايه. طبعا قطعة الجاتوه بتبقى هناك مثلا بتبقى 10 جنيه كبيرة، غير هتكون في المحافظات. المهم جات له في يوم بنت صغيرة عايزة قطعة جاتوه، اشترت قطعة جاتوه وراحت راجعة مروحة، ورجعت تاني بعدها بشوية كده قالت له القطعة دي مش عاجباني وانا عايزة ايه قطعة تانية. قال لها طيب ماشي، بس انت اللي مختارة القطعة دي ماشي وايه، وعلى كده ايه مرضاش يكسر بخاطرها وغير للبنت قطعة الجاتوه. خدت البنت قطعة الجاتوه ومشيت بيها شوية ورجعت تاني قالت له لا انا مش عايزة دي، انا عايزة واحدة تانية. طبعا الحر مع البنت مش عارفة تمسك القطعة شكلها ايه اتغير كده واتبهدلت يعني. فقال لها لا مش هينفع ايه اخدها منك خلاص. المهم البنت راحت واخدة القطعة بتاعتها وراحت ايه مروحة رايحة لأهلها. راحت لأهلها تشتكي اللي هو مرضاش يغير لها قطعة الجاتوه، تمام. وهو قاعد هو ومراته بتنزل بتساعده في المحل كده من وقت للتاني، لقوا 4 داخلين عليهم المحل بالسنج والمطاوي وشتايم بهدلة. مسكوه قعدوا يضربوا فيه بالسنج والمطاوي والشتيمة وكل حاجة في الدنيا، وهو ما كانش يعرف ايه السبب لغاية ما شاف البنت وقال ايه ده كل عشان كده خلاص اغيرها لها. قال لهم لا ال4 قال لهم لا كان من الاول كنت غيرت لها، هو انت بتشطر على البنت الصغيره؟ ومرضوش. طب سيبوني وهعمل لكم اللي انتوا عايزينه، طب سيبوني. ابدا ابدا ابدا، تمام. وهو بيتضرب اخوه عدى شاف فبيقول حرام عليكم انتوا بتعملوا فيه كده ليه، راح ايه ماسكينه وناب من الحب جانب اتضرب هو كمان. فضلوا يضربوا فيه ال4 لغايه ما روحه طلعت للي خلقها، توفى بسبب قطعة جاتوه. بعد ما توفى طبعا مراته صريخ وكده، لانها هي مش يعني في صدمة ان هم ما عملوش حاجة، مجرد قطعة جاتوه يحصل ده كله وبلطجية يدخلوا ويضربوهم ويموتوه وسنج ومطاوي تطلع بسبب انه رفض يغير قطعة الجاتوه للبنت الصغيرة. هما دلوقتي اهل المتوفي قلقانين جدا، لان الشرطة قدرت اللي هي تمسك 2 و2 هربانين، وخايفين اللي هو تتحول الجريمة دي لمجرد مشاجرة وياخدوا حوالي 3 سنين او كده. خايفين وخايفين من كمان منهم وهروبهم. القصة دي كلها، الحادثة اللي حصلت دي كلها، لو تبصوا للسبب هتلاقيه تافه، بس عقلية الناس هي الصغيرة، عقلية الناس هي اللي فيها جهل، عقلية الناس ونفوسها بقى فيها غل وحقد لدرجة اللي هم يموتوا واحد بسبب قطعة جاتوه وان البنت عيطت. تابعونا ان شاء الله في موضوعات جديدة على صفحة العالمية داليا. استأذنكم لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وتابعوني على كل ما هو جديد على قناة اليوتيوب يوميات العالمية داليا شريف. شكرا لكم.